كميات عاليه انا بساويها. رجعنا على عملنا، الوجبات السناك المناسبه لمريض الضغط هي الخيار. الخيار من اروع السناكات الممكنه تكون لمريض الضغط. الفكره الثانيه، الشغله الثانيه، نحن بنقول هلا هي الوصفه تبعنا العادي، اللبن العيران مع الثوم من دون ملح مع برشه خيارتين فيه تفاحه، هي وصفه خطيره جدا لمريض الضغط. هلا على بساطتها باذن الله رح يستفيد منها خلال 10 ايام. هذا الانسان اللي عم يجي قبل غدا حيجي ياخذ زبديه لبن فيها 4 اسنان توم او 3 اسنان توم مبروش عليها خيارتين مع شويه نعناع، وحياكلها. هي اولا بتشبعه، حتنقص له كميه الوجبه تبعه عندي اياها للنصف يعني. والنقطه الثانيه، يا حبذا يكون حط فيها شويه شوفان. هي الشوفان هذا بخليه يشبع. في ناس بتحب الشوفان، في ناس لا. انا بحب نوصف وصفه يحبها المشاهد، يحبها مريض الضغط، حتى انا داوم عليها، تخليه ياكل بالغداء نصف الكميه. والنقطه الثانيه رائعه جدا لتخفيض توتر الضغط الشرياني. بعد ما خلص الغداء تبعه بغض النظر شو هي عندك اياها، ما برجع بقول انا ما عم ركز على حميه تنزيل وزن رغم اني انا بحاجتها، لكن انا بيهمني يعرف انه هي للعمل لستايل الحياه كلها. بعدها حياخذ 3 تمرات على العصريات، 3 تمرات موجود فيها ماده اسمها المغنيسيوم. باول ما نحن بلشنا قلنا الكالسيوم بيقبض، المغنيسيوم بيفتح. ادويه الضغط مشكلتها كلها ببلادنا نحن هي اسمها حاصرات كالسيوم، يعني بتضخ لك الكالسيوم تخليه ينعزل عنه، الكالسيوم خلاص بيقوم بيفرد الوعاء الدموي، لكن على المدى البعيد بيصير عندي الوعاء الدموي غير قابل للانبساط. لذلك الافراط من تناول ادويه الضغط بتلاقي على المدى البعيد عضلاته مرخيه، هذا الانسان صار عنده هبوط مثاني، صار عنده ادرار، لانه معظمه مدرات وحاصرات كالسيوم. ما بنحب البني ادم ما بيحط شيء الا يوازن، الاغذيه فيها ماده توازنيه. وعلى فكره، وعلى سبيل المثال حتى نحكي عن توازن رب العالمين كيف بيصنع الشغله بشكل المتوازن، نحن بنعرف قديش الزيتون بيرفع الضغط، لانه هو بيرفع الضغط، لانه البني ادم وضع ايده وخلاه يرفع الضغط، لانه بيحطه بكلسه، بيحط له ملح 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 حتى يحلي. مو يعني انا عم اقول تاكلوا الزيتون بلا ملح اطلاقا، لا، انا بدي اكون واقعيه اكثر ما اكون انا علميه. هلا الفكره اللي بدي اقول انه الزيتون، اوراق الزيتون من اكبر الوصفات بالعالم كلها لخفض الضغط، وحاليا عم يعملوا منها عقاقير لخفض الضغط. لذلك انا مغلي اوراق الزيتون، اذا نحط شوي منه بالشاي. بصراحه انا جربته حتى اكون معكم واقعيه، طعمته مش كثير هالكواليتي، بحق اشربها مره اثنين وحزتها، لكن مريض الضغط بيشرب كل يوم شاي وقهوه. زدت عندك يا شويه بالشاي تبعه ورقتين وراء الزيتون، رائع جدا. هي فيها ماده عندي اياها بالنسبه لإلي ترخي الاوعيه الدمويه، بحيث بوجود فيها ماده اسمها المغنيسيوم، يعني الشارده التوازنيه لهي الماده تبع الكالسيوم. فانا بحطها بشكلها الطبيعي ومالي متاذيه منها. والنقطه الثانيه، اثبتوا العلماء انه حتى بتخفض سكر الدم، وسكر الدم وقت ارتفاعه عندنا اياه كمان بيولد شوي ارتفاع توتر ضغط شرياني، فهذا كله بيلحق بعضه البعض. وصلنا لعند التمر غني بماده المغنيسيوم. والنقطه الثانيه، بنحط شاي اخضر، بنحط له شويه اوراق زيتون ونشربه على العصريات. فتره المساء عندي اياه بالنسبه لي حناخذ تناول عشانه. هلا في مشروب اسمه الكركديه. الكركديه هذا رائع جدا كمان لخفض توتر الضغط الشرياني. طب